شاغل ناس كتير طبعا، وهو موضوع هل باقة مثلا اللي احنا بنجددها أو اللي احنا بنشترك فيها كشركة وي، الباقة دي هل الشركة مثلا فعلا بتخلصها أو بتسرقها، والكلام اللي الناس كلها عمالة تتكلم عليها كسوشيال ميديا، الكلام ده هل هو صح ولا لأ؟ بس في الأول خالص قبل ما نبدأ الفيديو مش إن تحط تشترك في القناة وتحط لايك وتفعل زر الجرس طبعا عشان يوصلك كل جديد احنا بنقدمه هنا إن شاء الله في البرنامج. خلينا نبتدي الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، رب دايما تكونوا بخير. معكم أحمد خالد من برنامج عدسة واحدة. أول خالص لازم تكون عارف النت اللي داخل لحضرتك والسرعة اللي داخلة لحضرتك دلوقتي مش هنتكلم كباقة، هنتكلم كسرعة اللي داخلة لحضرتك الفعلية. أنا دلوقتي عندي الباقة اللي داخلة فعليا 30 ميجا أو 40 ميجا أو 50 ميجا أيا كان الخط اللي أنت متواجد عندك سواء أرضي أو هوائي. هل له سلبية؟ هل يعني قصدي هل له سلبيات وله إيجابيات؟ طبعا السرعة كل ما تكون عالية كل ما يكون حجم الداونلود اللي أنت بتنزله أو أي فايل أو أيا كان الحاجة اللي أنت بتنزلها، كل ما يكون السرعة عالية كل ما هيكون الحاجة اللي أنت بتنزلها أسرع ومش هتاخد معاك وقت ولا الكلام ده. بالمثال مثلا أيام زمان أو من 15 من 15 من 2015 2016 كنا بننزل الحاجات يعني أيا كان فايل فيديو فيلم أيا كان عموما كان بياخد معانا وقت كبير أو لعبة أو الكلام ده. هو هنا بيفيد ان السرعه كل ما تكون عاليه كل ما يكون حجم الحاجه اللي انت مثلا بتنزلها واحد ميجا مثلا او 1 جيجا قصدي بتنزل معاك اسرع، وفي نفس الوقت ما بتاخدش معاك وقت كبير وبتنزل معاك. كل ما يكون السرعه بتكون اقل كل ما يكون التنزيل اللي انت بتنزله ايا كان ايه بينزل معاك ببطء، بياخد معاك وقت ممكن ايام كمان. طب ده له عوامل او السرعه دي مختصه بموضوع الاجيال مثلا زي ال 2G ال 3G ال 4G ال 5G ال 6G اللي هي مؤخرا الدول اللي يعني في امريكا وغيرها بيشتغلوا على حاليا دلوقتي على الجيل السادس اللي هو اساسا لسه احنا عندنا نازل لنا ال 5G. زي ما قلت لك ان السرعات كل ما بتكون عاليه كل ما بيكون الموضوع اسرع واحسن. طب احنا عندنا هنا في مصر الموضوع ده الناس اللي هم بيتفرجوا علينا من بره مصر من كدول عربيه هيستغربوا ان احنا عندنا في مصر ان احنا عندنا هنا بنتحاسب بنظام محدوديه اللي هو انت قدامك مثلا كميه معينه خلصتها تشتري غيرها، زي نظام اللي هو الباقه بمعنى اصح اللي انت تشترك في باقه 200 جيجا بايت 300 جيجا بايت ايا كان على حسب كل شركه بتوفر الكوتا نفسها. عندنا هنا بنتحاسب بيه في مصر نظام الباقه، انت بمجرد ما بتخلص الباقه تشحن وتجدد تعمل باقه اضافيه يا اما يجدد الباقه تاني على حسب مقدره كل واحد. طب الموضوع ده له علاج؟ هو طبعا له علاج ان انت بتقلل السرعه. قلل السرعه ان احنا مثلا من 5G او 4G خلينا مثلا 3G او 2G. الكلام ده بيحصل ازاي؟ الكلام ده ممكن انت تعمله من عن طريق الراوتر في اعدادات معينه انت بتخش تعملها من عليه، ممكن كل راوتر بيختلف عن الثاني. الموضوع ده مش مقتصر على راوتر وي او تي داتا او ايا كان فودافون اورنج وي، الكلام ده كله بيختلف. كل راوتر قصدي بيختلف عن اعدادات. مش موضوع ان احنا مثلا الشركه بتسرق مننا، هو زي ما قلت لك دلوقتي هو موضوع ان السرعه كل ما بتزيد كل ما الباقه بتخلص، فلازم أن تكون فاهم حاجه زي كده ويكون عندك وعي بالحاجه دي. انا دلوقتي عايزين مثلا نخلي الباقه دي تقعد معانا مثلا من يعني مثلا تقعد معانا من بدل ما تقعد معانا 10 ايام تقعد معانا 20 يوم. بالتالي انت بتجيب مثلا كل تليفون مثلا في البيت على حسب الافراد اللي موجودين في البيت، والدتك والدك اختك ايا كان اخوك، التليفونات دي كلها بتفعل ليها معينه لكل مثلا تطبيق او ايا كان ايه هو الاستخدامات بتاعت كل تليفون. شوف كل تليفون الشخص نفسه مهتم بايه بتخش على الاعدادات بتاعته وتقلل الكواليتي مثلا كيوتيوب، لان كل بيت دلوقتي بيشغل يوتيوب دلوقتي او تيك توك. كواليتي المستخدم يعني مثلا بيسمع مثلا 1080 خليه مثلا 360 اقل حاجه، بحيث ان مثلا استهلاك المستخدم ما يكونش مضاعف. ليه؟ لان كل ده بيستهلك من الراوتر، يعني بيستهلك من حجم الباقه اللي انت مشترك فيها ودافع فلوس فيها، بحيث ان هي بدل ما تقعد معاك 10 ايام تقعد معاك 20 يوم. عشان برضو ايه الناس اللي هي بتبقى لا مش حامل انها كل شهر تدفع كل شهر كل مثلا 15 يوم تجدد في الباقه وتعمل الباقه اضافيه وبرضه ما بتكفي. الحل زي ما قلت لك نقلل سرعه الراوتر، ودي من خلال طبعا سيتنج في اعدادات الراوتر. خش بتقللها تخلي السرعه اللي داخله التليفونات كلها خليها مثلا 5 ميجا 10 ميجا، ما تخليهاش مثلا 10 20 و30 و40، لان كل ما السرعه بتكون اعلى كل ما الابلكيشن المستخدمه على التليفونات دي كلها تستخدم اعلى سرعه تلقائي من غير ما انت بتحدد، الا اذا انت بتخش تمسك التليفونات دي كلها وتعمل فيها الاعدادات اللي انا قلت لك ان انت بتحدد كل تليفون الكواليتي بتاعه والكلام ده. طبعا الموضوع ده مهلك جدا. تمام. بس احنا هنا بندور على ان احنا مثلا نحل الموضوع بشكل مش جاي اقول لك مثلا ان هو هيخلي لك الباقه تقعد معاك لحد 30 يوم، لا
هو أنا باحل لك موضوع أنت ممكن شايفه عقبة لحد مثلًا لحين ما يعني كمصر يبقى عندنا نت غير محدود، ساعتها بقى نعرف إن السرعة ساعتها هنا الفرق، ونستفاد فعلًا بالسرعة، لإن طول ما إحنا السرعة عندنا عالية مش هنستفاد منها بحاجة، بنتحاسب يا جماعة بنظام الباقات والكوتا والكلام ده كله، إن أنت بتخلّص اشتراك الباقة مثلًا كوحدات معينة 200 جيجا مثلًا، أنت خلّصتهم بتبتدي إن أنت تشترك تاني وتدفع، فالموضوع مش هيفرق معانا كسرعة، إحنا عايزين الباقة تقعد معانا، عشان إحنا عندنا محدود مش غير محدود، فمش هيفرق معانا موضوع إن السرعة تعلى والكلام ده. بالتالي كل الناس يعني هدف الناس كلها هو إن الباقة تقعد معاها الشهر كله، إن هم ما يشتركوش في الباقة دي أو يجددوها مرة أو مرتين أو 3 مرات في الشهر. فدي نقطة. النقطة التانية اللي أنا يعني مش عايز أركز أوي السكوب أوي الموضوع ده عليه أكتر من كده، بحيث إن يعني أعتقد ناس كتير فاهمة الموضوع ده. لما بتضايق أوي لما بخش ألاقي مثلا كومنتات تقول لك أصل الشركة بتسرق مني، الشركة ما بتسرقش منك حاجة، هي الشركة بتواكب العصر وبتزود لك سرعات، بس احنا هنا مش مهتمين بالسرعات. ليه؟ لان احنا مش بنظام الغير محدود. لو احنا كان بنستخدم نت غير محدود هيفرق معانا السرعات، يعني مش هنقعد بقى نشتكي ان الباقه بتخلص ومش الباقه مش بتخلص، لانه كل ما السرعه بتزيد كل ما الباقه تخلص مني بسرعه. طب لو ما فيش نت بنظام مثلا الكوتا او نظام الباقات والكلام ده، اللي هو النت الغير محدود اللي احنا حاليا دلوقتي عليه حمله حاليا ان احنا مثلا نلغي النت اللي هو بالباقات ونخليه نت غير محدود، ساعتها بقى نعرف نستخدم النت سرعات بقى ومش عارف ايه، هنتمتع بيه. ده اللي احنا بنتكلم فيه وده اللي احنا قصدنا. بس هل فعلا الشركات بتسرق؟ الكلام ده غير صحيح، والكلام ده ملوش اي اساس من الصحه. خلي دايما عندك وعي وخليك فاهم الموضوع بيكون ماشي ازاي، مش قصه ان هو شركه بتسرق وشركه ما بتسرقش، مفيش الكلام ده. هو كلها بس فقط سرعات، كلها بس فقط سرعات مش اكتر ولا اقل. زي ما انا يعني عمال اكد على موضوع السرعه، لان السرعه عامل اساسي في كل حاجه. ما تقيسش ان هو لا ده النت ومش النت، لا السرعه وتغير الاجيال اللي بتحصل في الفتره اللي احنا فيها دي عامل كبير جدا ورئيسي. مش حابب ان انا اطول عليكم اكتر من كده، ما تنسوش تقولوا لنا رايكم في الفيديو وتحطوا لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس. اشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس طبعا عشان يوصل لكم كل جديد، لان ده مش اول فيديو، ان شاء الله في سلسله طبعا نشر الايجابيات والسلبيات وكل ما يعني بيدور حواليه، سواء بقى تقني ايا كان بقى، احنا بنتكلم في كل حاجه خاصه باللي بتحصل في حياتنا. بس كده، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.